محمد رمضان متهم بالسرقة. أعلن الإعلامي محمد الغيثي رفع دعوى قضائية ضد الفنان محمد رمضان، وذلك بعد اتهامه الأخير بسرقة كلمات ديوان رباعيات الغيثي الصادر عام 2016 من الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتضمينها بإحدى أغنيات فيلم هارلي. وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج آخر النهار عبر شاشة قناة النهار مساء الجمعة أنه يطالب بوقف إذاعة الأغنية والحصول على تعويض 10 ملايين جنيه. وأضاف: أبلغت المحامي أي جنيه سواء مليون أو 10 جنيهات هتبرع بيه لمستشفى أبو الريش للأطفال. وأشار إلى أنه بصدد التقدم بشكوى إلى نقابة المهن التمثيلية باعتباره عضوا بقسم التأليف المسرحي، وذلك عقب تواصله مع رئيس لجنة الشكاوي بالنقابة، مشيرا إلى طرح الفنان محمد رمضان الأغنية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قبل أن تتداول على نحو واسع بالمحطات، موجها حديثه إلى رمضان: عيب إحنا أبناء نقابة واحدة. وأشار الغيطي إلى علمه بالواقعة مصادفة عقب سماع كلمات الأغنية على إحدى محطات الراديو أثناء الذهاب لزيارة طبيب الأسنان، معقبا: كلمات الأغنية واخدها من الرباعية الأولى في الديوان ومكملها من كلمات رباعيات ثانية في نفس الديوان. أنا فوجئت بالواقعة وكلماتي موثقة في الديوان. ولفت إلى عدم تواصله مع الفنان محمد رمضان بشأن الإبلاغ عن الواقعة، معقبا: رمضان وإخواته صحابي من زمان، أنا أول واحد استضفته في برنامجي على شاشة التلفزيون من سنين بعد فيلم عبده موتة في حلقة شهيرة، وعيط وقتها على الشاشة وأنا كنت متعاطف معاه. وكانت قد كشفت نجمة مصرية حقيقة الأخبار التي ترددت مؤخرا على موقع التواصل الاجتماعي حول طرد الفنان محمد رمضان من منزل الزعيم في حفل خطوبة حفيده عادل رامي إمام. وقالت الفنانة عفاف مصطفى كاشفة حقيقة طرد محمد رمضان من حفل خطوبة حفيد الزعيم: ما حصلش إن محمد رمضان اتطرد، دي شائعة، لأن أسرة عادل إمام ناس منتهى الذوق والأخلاق، ورامي حد مؤدب فوق الوصف لأني اشتغلت معاه كتير وعارفاه كويس. وكانت قد نظمت الشركة حفلا غنائيا ضخما لمحمد رمضان في مدينة جدة حضره الآلاف من الجمهور السعودي الذين رقصوا طوال الحفل على أغاني واستعراضات محمد رمضان التي أشعلت حفلات صيف جدة في السوبر دوم. وافتتح الحفل بالفقرة الأولى دي جي وعازف الساكسفون، واستمتع الحضور بتنوع الأغاني الأجنبية.